الموضوع ديال اليوم هو الحدث الموريتاني، يعني المشهد الآن الموريتاني المسألة ديال شمال موريتانيا والأخبار التي تُكتب وتروج. شفنا مثلًا ما يسمى بواحد الموقع يعني إلكتروني وكالة من وكالات الأنباء يعني الخاصة، موقع رسمي يعني ماشي رسمي، موقع يعني خاص، موقع من المواقع أحد المواقع الإلكترونية الموريتانية اللي كاتبين بأن يعني تم يعني حدوث يعني تم مقتل أشخاص موريتانيين، يعني أشخاص موريتانيين كيقول لك مقتل أشخاص موريتانيين، 3 موريتانيين في المنطقة العازلة يعني في شرق الجدار العازل، في المنطقة العازلة. يعني وتينسبوا المقتل ديالهم تيقول لك أنه كينسبوه من المغرب. أنا غنشوفوا من مدى صحة هذا الكلام، واش صحيح والّا ما صحيحش، وشنو هو المعنى ديال هذه الأخبار من في هذا التوقيت. والعلاقة ديال المغرب مع موريتانيا والمنطقة شمال موريتانيا وما الذي يُراد لها، من طرف العسكر ديال فرنسا الإفريقية ومن طرف بيادق أو المرتزقة ديال فرنسا الإفريقية اللي هُما مرتزقة بوليزاريو. نبداو أولًا بالخبر. أنا ملي كنشوف هذا الخبر مثلًا منشور الآن كيتقال، منقبين قال لك موريتانيين عن الذهب، كينقبوا على الذهب وغادي يجيو من شمال موريتانيا ويدخلوا للمنطقة العازلة وغيتعرضوا يعني القصف أو جوي أو ما إلى ذلك اللي غيتسبب في القتل ديالهم، فبالتالي أو المقتل ديالهم. هذا الكلام هذا اللي كيتقال بهذه الطريقة المصدر ديالو لحد الساعة حنا كنعرفوا ملي كنشوفوا شي حاجة اللي كتكون رسمية، لا القوات المسلحة الملكية قالت شي حاجة، لا الجيش الموريتاني قال شي حاجة، لا شي مؤسسة من المؤسسات يعني المعتبرة المعتمدة قالت شي حاجة. مثلًا كاين المينورسو كتكلم على المنطقة العازلة، راه كاين المينورسو، يعني المينورسو المفروض أن المينورسو تخرّج بيان تقول لينا شي حاجة، تمشي المينورسو دير التحقيقات ديالها، تشوف مثلًا جثث، تشوف أشلاء، تشوف قصف آثار قصف، دير بيان ديالها ولا دير شي حاجة، أو مراسلة تصيفطها مثلًا المينورسو، تصيفطها للمبعوث الخاص أو تصيفطها للمبعوث الشخصي. آنذاك ممكن نقولوا راه كاين عندنا واحد المستند، عندنا واحد الوثيقة معينة نتكلموا عليها. أما ملي كيجيني موقع إلكتروني هامشي لا أهمية له، حنا كنعرفوا المواقع الإلكترونية الموريتانية اللي كتكتب واللي معروفة شكون هي المواقع الإلكترونية، أولا جهات رسمية ديال الدولة في موريتانيا تقول، أو القوات المسلحة الموريتانية تقول، يعني الجيش الموريتاني يقول، ممكن الأمور ممكن نتعاملوا معها كمعطيات صلبة أو كمعلومات صلبة نبنيو عليها. لكن في هذه الواقعة بالضبط بحال ديك القضية ديال اللي خرج الجيش ديك نهارية الجزائري خرج هذيك الساعة البيان ديال شنقريحة، اش قالوا؟ قال لك: "والمغرب قام بقصف 3 أشخاص على الحدود الدولية وكذا ودخلوا التراب الموريتاني في الهضرة." وهي تنوض موريتانيا جاوبت، هذيك الساعة الجيش الموريتاني تكلم، ماشي الحادثة الشاحنتين، الحادثة اللي من وراها. خرج الجيش الموريتاني وتكلم قال: "لم يحدث أي قصف أو أي عمل عسكري على التراب الموريتاني." نقطة. هذه اللي كتسمى المعلومات الصلبة، المعطيات الصلبة أو المعلومات الصلبة اللي كنبنيو عليها، ما كنبقاوش أي حاجة نسمعوها. ملي كنشوف مثلًا شي حاجة خارجة على المينورسو، على المينورسو ماشي عا كيجيو يدويو، المينورسو إلا تلقاو مثلًا أي خبر أو أي يعني معلومة أو أي تنبيه تلقاو جاتهم أي معلومة حتى من الأخبار شي حاجة تنشرات، اش كيديروا المينورسو؟ كيتحركوا بناءً على الطريقة باش كيتحركوا الفرق ديالهم، كيكونوا علموا القيادة ديالهم، علموا المينورسو، علموا الأمم المتحدة، كيديروا التحريات ديالهم البحث ديالهم والتقصي. كيكتبوا التقارير ديالهم اللي كتكون معاها الأدلة ومعاها يعني أي دليل أو أي حجز ديال أي دليل أو محجوزات أو ما إلى ذلك اللي كيقدروا ياخذوها. كيديروا صور، كيلتقطوا فيديوهات وكيديروا داك الشيء كله، كيديروا تقرير مفصل وكيصيفطوه للأمم المتحدة. إلا خرجت شي حاجة على نائب المتحدث باسم الأمين العام أو نائب أو المتحدث باسم الأمين العام أو كذا، ديك الساعة صافي كنقولوا هذه وثيقة، هذا بيان، يعني شي حاجة اللي مضبوطة نبنيو عليها نتكلموا عليها. ما كاينش هاد الشيء، كيبقى كلّه ترهات وكلام فارغ. راني دابا هُما اللي تيتكلموا هكا. دابا حنايا في البداية هذا الشيء راه قالوه في النهار الأول، قال لك نهار الاثنين يعني البارح، نهار الاثنين النهار الأول من 2024. إلا رجعنا لفبراير 2023 يعني مع البداية ديال السنة ديال 2023 وقعت واقعة، جريمة في حق الموريتانيين وفي حق المُرقّبين عن الذهب، وأنا داخل لهاد الفئة ونتكلم عليها. وقعت جريمة في حق لحد الآن، جريمة في حق المُنقّبين عن الذهب الموريتانيين
قصفوهم يعني ضربوهم في التراب الموريتاني، ومن بعد خرجوا كيقولوا لك لا راه دخلوا للجزائر ودخلوا التراب الجزائري. يعني الجزائر أصلًا ديما العسكر ديال الجزائر ديما كيقتلوا المنقبين على الذهب. واخا يقول لي شي حد لا سيدي هادوك موريتانيين وما موريتانيين وحتى الجيش الموريتاني راه ديما السلطات الموريتانية ديما كتنبّه دوك المنقبين على الذهب في موريتانيا، كيقولوا لهم ديما التزموا بأنكم ديروا التنقيب داخل الحدود الموريتانية، وإياكم تخرجوا من الحدود الموريتانية، وإياكم تمشيو للمغرب أو تمشيو للجزائر أو مالي أو أي بلاصة، ديما كيقول لهم التزموا بالحدود الموريتانية، يعني خدموا داخل الحدود الموريتانية، نقبوا على الذهب داخل الحدود الموريتانية، واخا المنقبين على الذهب اللي هما من تندوف، المحتجزين ديال تندوف، كاينين فيهم ناس اللي كينقبوا على الذهب. وكيخرجوا تيبان واحد شاد وقاطع عليه الموض ومحتاجزو، مانع عليه جميع أشكال الحياة، لأنه ينقّب على الذهب ربما يلقى شي شوية ديال الذهب، لأنه الذهب الخام كيلقى الذهب الخام هو سميتو التبر، كيكون التبر هو الذهب الخام، كياخذ داك الذهب الخام كيبيعوه للموريتانيين نيت، يعني الناس ديال اللي كاين في ندوف راه ما عندهم ما يدير بالذهب الخام، ما عنده فين يصنعوه ولا كيدير ليه، راه جالسين في تندوف، راه جالسين في الخيام، محتجزين. وراه اللي قلّب فيهم اللي خرج اللي فات غير واحد الحدود كيتيروا فيه، العسكر الجزائري كيتيروا في المنقبين على الذهب، والأطفال، دراري صغار كينقبوا على الذهب، كيخرجوا من تندوف كيقتلهم العسكر الجزائري، هادو هما الجرائم دابا اللي كيخبيوهم بحال هاد الشيء، والآن كيديروا هاد المسألة ديال المنقبين على دابا علاش كيديروا بحال هاد الأخبار، علاش كيديروهم دابا هاد الأخبار اللي كتخرجهم مواقع إلكترونية معروفة بأنها يعني كي تنقولوا مضروبة لحلقها، واكلة من عند العسكر ديال الجزائر، يعني مواقع إلكترونية كيسخّرها العسكر وكتسخّرها الدعاية الجزائرية باش يخدموا المصالح ديال الدعاية الجزائرية والمصالح ديال العسكر الجزائري، معروفين هاد المواقع، وهاد البيادق أنا تنقول راه كاينين في موريتانيا هاد البيادق ولكن راه قلال. راه على الأقل لأنه المجتمع الموريتاني رافض هذا الشيء، والدولة الموريتانية الموقف الرسمي في موريتانيا كيرفض أنه يعني يتم شي واحد استعماله في موريتانيا جهةً كانت أو موقعه كان يستعملوه في الدعاية الجزائرية، لأنه الناس عندهم موقف ديال الحياد الإيجابي وما باغيين مشاكل مع حد، الموريتانيين ما باغيين مشاكل مع حد في هذا الشيء، وعلاقتهم مع المغرب ما عندهاش علاقة بهذا الشيء كامل، ومتفاهمة مع المغرب على الملفات وعلى النقاط الاستراتيجية الكبرى، ولكن كاينين البيادق في موريتانيا كاينين البيادق في موريتانيا راه كاينين. كيدوزوا هنا وهنا مرّة من كل مرّة شي واحد فيهم كيلوح شي هضرة ولا يلوح شي كلمة، أولا شي واحد فيهم كينوض يدير شي سلوك بحال هذا أولا مواقع إلكترونية وغيرها، وغيرها، وغيرها. هادو علاش كيقلّبوا؟ كيقلّبوا على أنهم يستثمروا هاد المسألة ديال ال المنطقة ديال الشرق ديال الشمال الشرقي ديال موريتانيا اللي عنده حدود مع الجزائر، واللي تما فين كاينة الزويرات، يعني تما فين كاين المنبت ديال البوليزاريو، نبت تما أول مرّة، وتما فين كاينين آآ يعني العناصر ديال البوليزاريو اللي هُما كاينين في تندوف وكاينين في الزويرات، واللي منهم عناصر اللي حتى كنشوفوا في أوروبا، وصولهم موريتانيين زويريين وهُما في البوليزاريو، راه كاين بزاف د الناس البوليزاريو عندهم الجنسية الموريتانية وعندهم الباسبور الموريتاني وعندهم يعني يعتبروا موريتانيين، يعني هاد المنقبين على الذهب إلا كانوا فرضًا أنا هذا الخبر تنقول تخربيق، ما كاين حتى حاجة رسمية ما كندويش عليه، ولكن دابا نديروا فرضيات، فرضًا أنه هاد الناس يعني من هذيك المنطقة اللي كينقبوا على الذهب واللي أغلبيتهم من الشمال الشرقي ديال موريتانيا. شمال شرقية موريتانيا، إلا كانوا هاد الناس كيجيو ينقبوا على الذهب وغيدخلوا للمنطقة العازلة، يعني إلا كانوا هاد الناس بوليزاريو أصلًا، عناصر بوليزاريو، إلا كانوا هادو عناصر ديال بوليزاريو وغادي يدخلوا للمنطقة، يعني علاش يقلّبوا؟ هادو تيقلّبوا أصلًا على أنهم يوتروا الأجواء ويفتعلوا مشكل، كيقلّبوا على أنهم يوتروا الأجواء ويفتعلوا مشكل أو كيقلّبوا يغيّروا الوقائع، أنا تنقول الفرضية ديال أنه واش القوات المسلحة الملكية دارت شي عمل عسكري والّا ما دارتوش، هاد الشي كتقول لنا الأمم المتحدة، الأمم المتحدة كتقول لنا هاد الشي. كنشوفوا هاد الشيء كتقول لنا الأمم المتحدة، راه ملي كاتهموا المغرب قضية الشاحنتين، مشات المينورسو دارت التحقيقات ديالها وخرجت البيان ديالها وراه كاين ومازال منشور في الموقع الإلكتروني ديال الأمم المتحدة. القوات المسلحة الملكية ملي كدير شي عمل عسكري راه كتقولوا، بحال القرقرات، بيان عسكري خرج فيه التفاصيل المملة، فبالتالي هاد الشيء اللي كاين، واضحة الأمور. الطريقة باش كيتحرك المغرب الدفاع عن الوحدة الترابية ديالو، القيام بما يلزم، ما محتاجش المغرب يشرح لشي حد ولا يبرر لشي حد. القيام بما يلزم من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية.
أرى لي هاد الناس هاد البياضق اللي جالسين كل صباح مساء كيرددوا في الهضرة، منهم الجزائريين ومنهم كذا، وتيقول لك راه القوات المسلحة والطيران المغربي، الطيران العسكري المغربي والسلاح الجوي المغربي كيدير عمليات عسكرية في شرق المنطقة العازلة، وفين هي ديك الإدارة الجوية ديال إسبانيا اللي كتهضروا عليها؟ إلا كنتم اختاروا رواية منهم، اختاروا شي رواية من هاد الروايات، اختاروا هاد الروايات ولا اتهموا إسبانيا. اتهموا إسبانيا، إلا كنتم كتقولوا إسبانيا هي التي تدير المجال الجوي ديال الصحرا، يلاه اتهموا إسبانيا نيشان، اختاروا شي رواية من الروايات، ما تبقاوش تقولوهم لنا كاملين، راه إلا كانت إسبانيا تدير المجال الجوي ديال الصحرا، بقاو اتهموا إسبانيا، بقاو كاع تقولوا المغرب دار ولا ما دارش ولا ما يعني راه الجو تسيره إسبانيا، راه ما يمكنش سلاح جوي يدخل، وإلا على هذا القبال إلا كان سلاح الجو هكا ايوا تتهموا مع إسبانيا حتى نتوما وملي كنتم مع إسبانيا مزيانين، علاش ما كنتوش كتدخلوا الطيران ديالكم؟ علاش نتوما السلاح الجوي ديالكم ما كانش يدخل للصحرا؟ يلاه هو سلّحوا عطوا السلاح ديروا للطيران هذاك جبتوا المسيّرات شراهم البوليزاريو من عند ياك المسيّرات شراهم البوليزاريو من عند جبتوا ليه مسيّرات من عند إيران، يلاه ياك إسبانيا تدير الأجواء ديال الصحرا، دخّلوا المسيّرات علاش كتسناو؟ يلاه، فبالتالي كنتكلموا على أنه هاد الناس حفنة ديال اللغط، اللغط الإعلامي، كلام فارغ، كلام الفارغ كيتعاود كيتجدر. المنطقة اللي كنتكلموا عليها شرق الجدار العازل أولًا، أول معطى أمني خصنا ناخذوه بعين الاعتبار، هذيك المنطقة مليئة بالألغام، منطقة مليئة بالألغام، أنه يدخلوا ليها الموريتانيين أو يدخلوا عناصر ديال البوليزاريو وارد، ممكن، ولكن راه اللي دخل راه كاين الألغام، يعني إلا شي واحد غادي تلقاه تما وقعت ليه شي حاجة أو شاحنة أو شي حد غيدخل تما شي آلية أو هذا، راه الألغام كاينين، أول حاجة كاينين تما ديك المنطقة فيها الألغام، الفرضية الأولى الأمنية والعسكرية اللي بغى يدير التحليل المقاد، هذيك المنطقة مليئة بالألغام، فيها الألغام. هذه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، يعني المنطقة كلها مليئة بالألغام، فيها حقول ديال الألغام، فبالتالي اللي غيتحرك تما خصو يعرف أشنو تيدير، راك داخل لواحد المنطقة علاش هي سميتها منطقة عازلة ممنوعة على أنه يدخلوا ليها المدنيين، ما فيهاش المدنيين أصلًا، هذيك المنطقة غير مأهولة بالسكان، مدني اش كيدير تما؟ هذا هو السؤال الأول اللي خصو يتطرح.